مساء الخير. مبدئيًا كده أنا مش ناقد فني ولا ممثل، أنا مجرد إنسان عادي معاه 2 شاورما فراخ إكسترا تومية، اتفرج على فيلم وجاي يقول رأيه فيه، بدون أي فلسفة فارغة أو نقد لاذع أو هري كتير. وطبعًا كل التقدير والاحترام لكل صناع وكرو العمل اللي شاركوا في الفيلم وبذلوا مجهود عشان يطلعوا بتجربة سينمائية أيًا كانت إيه نتيجتها. مساء الخير، معاكم يحيى وأهلًا بيكم في حلقة جديدة من مراجعات سيمي سينما. هو الحقيقة الreview ده كان المفروض هيبقى لفيلم واحد بس، وهو فيلم Missing، ولكن وأنا باعمل شوية research كده اكتشفت إنه الفيلم له جزء قبل كده، وهو فيلم Searching. هو غالبًا مش سلسلة أفلام، ولكنهم بيدوروا في نفس العالم، بالأخص وإن فيلم Missing من إخراج نيكولاس جونسون وويل ميريك، وأتمنى أكون بانطق اسمهم صح أصلًا. وهُم الاتنين كانوا الeditors بتوع فيلم Searching، وشاركوا برضه في كتابة فيلم Missing، ومُخرج فيلم Searching شارك مع أغلب منتجين الفيلم في إنتاج فيلم Missing. فيعني نقدر نقول إنهم نفس الناس اللي عملت الفيلم الأول، واشتغلوا على نفس الconcept والفكرة في الفيلمين. الفيلم الأول هو فيلم Searching إنتاج 2018، وبتدور القصة عن أب بيدوّر على بنته اللي اختفت بعد فترة من وفاة والدتها، واللي بيتضح لينا إنها كانت متعلقة بيها جدًا. على النقيض مع سير الأحداث بنكتشف إن علاقتها بأبوها مش أحسن حاجة، وإنها مخبية عنه أسرار كتير. في رحلة الفيلم أبوها بيستخدم التكنولوجيا المتاحة ليه عشان يقدر يربط الأحداث ببعضها، على أمل إنه يلاقيها عايشة، أو يلاقيها أصلا بعد ما كل الأبواب بتقفل في وشه بالتدريج. في بداية حادثة الاختفاء بتظهر لنا كده بعض الشخصيات المساعدة اللي بتتورط بعد كده في التحقيقات، زي شخصية عمها أخو أبوها، أو صاحبتها اللي كانت موجودة في بيتها ليلة الاختفاء، أو صديقها من الطفولة اللي كانت المفروض معاه في رحلة تخييم على جبل، أو شخصيات أخرى زي المحققة روزميري فيك، واللي بتباشر التحقيقات في قضية الاختفاء وبتساعدهم على تقفيل القضية. الفيلم التاني، قبل ما نكمل ونحكي قصة الفيلم التاني، ما تنزل كده يا صاحبي تشترك في القناة وتشير لينك الحلقة، وتعمل لنا منظر يا صاحبي كده. في ايه يعني، احنا مش عاجبينك يا زعيم ولا ايه؟ الله، نكمل الحلقة. الفيلم التاني هو فيلم ميسنج، إنتاج الشهر ده مارس 2023، واللي بالمناسبة متاح حاليا في السينمات. الفيلم بتبدأ أحداثه بلمحة بسيطة عن حياة أسرة من أكتر من 14 سنة، وبنفهم بعد كده إن الأب في الأسرة دي مات، والأم هي اللي ربت بنتها من وهي صغيرة. بتكبر البنت، وعلى مدار الأحداث بنكتشف إنها مراهقة وعلاقتها بأمها مش أحسن حاجة، وفي الوقت ده بتختفي الأم في ظروف غير مفهومة، واللي بتتطور مع القصة بشكل مثير ومشوق، واللي بتستخدم فيها البنت برضه حلول ذكية ومتطورة عن الفيلم اللي فات، وبتقدر تربط الخيوط وتلاقي حلول عبقرية. بيظهر لنا برضه شخصيات في القصة، منها شخصية رئيسية زي شخصية جوز أمها، أو شخصيات مساعدة زي شخصية صاحبتها المقربة اللي بتقف معاها وقت التحقيقات، أو شخصية المحامية المعجبة بجوز أمها وهي أصلا صاحبتها، أو شخصية صاحبها اللي كان سهران عندها في حفلة وبيضيع منه ساعته في بيتها، أو شخصية خفير اللي بيساعدها إنه يدور على أمها عن بعد وبيلاقي لها أغلب مفاتيح الأحداث. الفيلمين بيقدموا منظور جديد سيكا في عالم السينما، وهو منظور الشاشة اللي موجود في أفلام قليلة شويتين، زي فيلم ميجان از ميسنج، أو أوبن ويندوز، أو أنفريندد. والمنظور ده الحقيقة بيشدك عشان تعيش معاه جو البحث كده والمتابعة طول الفيلم، وكأنك عايش معاه التجربة. ويمكن ده كان ممكن يكون أحد عوامل سقوط الفيلم، ولكن بالعكس، هما اشتغلوا في الفيلمين على الموسيقى التصويرية اللي بتشتغل في الخلفية لدرجة تخليك متفاعل على طول وبتفكر مع الشخصيات في إيجاد الحلول من غير أي فصلان. الأحداث بتتابع ورا بعضها كده في سلاسة مع شوية تويستات، كل كام مشهد يجبروك تركز معاه في كل تفصيلة، وكل حلقة وصل بين الشخص اللي اختفى وبين الدايرة المقربة ليه من غير ما تتوه منهم. ودي نقطة تحسب لصناع الفيلمين بصراحة. أول مرة الحقيقة حد يعمل جزئين وما يخيش منه، لأنه ما بينحتش. ده ممكن يكون بسبب الفرق بين الفيلمين اللي بيظهر في تطور التكنولوجيا والابلكيشنز اللي بيستخدموها، وده الحقيقة هم مواجبينه بشكل كويس جدا في الفيلم. الحلقة دي الحقيقة مش هيبقى فيها حرق، لأن الفيلمين بصراحة مؤثرين جدا، وأجمد من إنهم يتحرقوا في مناقشة مختصرة. ودي فرصة ليكوا تخشوا تتفرجوا عليهم وتيجوا تناقشونا فيهم في الكومنتس.
تقييمي للفيلمين 9/10 وعن جدارة واستحقاق. الفيلمين الحقيقة لا ينقصهم شيء غير بعض المشاهد البسيطة جدًا اللي تحسها محشورة في النُص كده بدون داعي، بس هي الحقيقة مش مأثّرة إطلاقًا على الأحداث. الفيلمين recommended جدًا، موجودين على أغلب المواقع والمنصات، وينفعوا جدًا للمشاهدة العائلية. روح اتفرّج عليهم وتعالَ قُل لنا رأيك إيه في الكومنتات. وفي النهاية ما تنساش تدوس لايك لو الحلقة عجبتك، وتشترك في الchannel وتشير الحلقة مع أصحابك، وتتابع الحلقات اللي فاتت. سلام.